زي ما الاهلي محظوظ انه دخل كاس العالم للانديه بعد خسارته من الوداد في نهائي افريقيا، الاهلي برضو قابله سوء حظ في اصابة اتنين من اللعيبة المهمين جدا في الفريق، وهم اكرم توفيق وكريم فؤاد، اللي خلاص اساسا اتأكدوا ان هم غايبين لنهاية الموسم باصابة في الرباط الصليبي. ده غير كمان احتياج الفريق لتدعيم صفوفه، وخصوصا في الباك رايت، وصفقات تريب النادي الاهلي، وده اللي كولر طلع وقاله في المؤتمرات انه محتاج تدعيم لصفوفه في يناير، وده اللي ادارة الاهلي وامير توفيق اشتغل عليه. ويلا بينا نتكلم عن صفقات الاهلي الجديدة اللي خلاص تمت. وأول صفقات النادي الأهلي هو اللاعب عبد العزيز يعقوب، اللاعب الغاني اللي عمره 24 سنة وطوله 187 سنتي، ويعقوبه بيلعب مهاجم صريح وساعات تحت المهاجم وساعات هاف، وكان بيلعب في الدوري البرتغالي مع رايو افيو الموسم دوت، ولعب 14 ماتش من اصل 14 ماتش. يعني لعيب اساسي في الدوري البرتغالي اللي اكيد مستواه اكبر بكتير من الدوري المصري ودوريات اوروبا كتير، وده يدل على ان هو لاعب ذو جودة عالية. ويعقوبه سجل 6 اهداف وعمل 3 اسيست، يعني تقدر تقول شارك ب9 اهداف في الدوري البرتغالي في 14 ماتش، واصلا كان متوقع له ان هو يجيب 3 اهداف بس مش 6، ولكن جاب 3 اهداف فوق المتوقع، وده يدل على ان هو لعيب مهاجم قوي جدا وذو جودة عالية. وطبعا الاهلي بما انه فريق مهاجم وبيهاجم دايما، فبيصنع فرص كتير للمهاجمين وبيتحط في مواقف كتير جدا ان هم يجيبوا جوان، ولكن بيضيعوا. واعتقد ان يعقوبو هيستغل الفرص ديت وهيعزز وهيقوي من هجوم الاهلي، وده طبعا كلام على ورق لحد ما نشوفه الحقيقة، ولكن ارقامه ارقام لعيب جامد جدا 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 ويقدر يفيد النادي الاهلي. والصفقة التانية معانا هو المهاجم محمد الضوي كريستو، لاعب النجم الساحلي، وهو لاعب موهبة كبيرة جدا في تونس وجناح مهاري. كريستو في 6 ماتشات في الدوري التونسي سجل 4 أهداف وصنع 2، ولعيب صغير عنده 19 سنة. وكمان ان الاهلي مش هيدفع فيه حاجة عشان غرامة كولوبالي اللي الاهلي عايزها من النجم الساحلي، يعني تقدر تقول لعيب جاي الاهلي فري وموهبة كبيرة، وكمان هيتأيد تحت السن. واللعيب التالت هو خالد عبد الفتاح، ظهير ايمن بدل من اكرم توفيق وكريم فؤاد اللي خلاص الموسم بتاعهم انتهى رسميا، الاهلي كان في احتياج كبير جدا ليه، واللاعب بيمتاز اصلا ان هو بيدافع كويس جدا، ولكن كله بيشكك في موضوع الهجوم، ولكن هنشوف تطوره مع الاهلي وهيوصل لايه. وتحس ان كاس العالم للانديه مكتوب باسم محمد هاني. وكلام كتير عن الصفقات، ولكن اللي اكيد جاي خلاص هو يعقوبو وكريستو وخالد عبد الفتاح. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. السلام عليكم.